ونام نومة عميقة، مكسر هو. واللي حصل معه في الحقيقة يا جماعة مس الآن. يقول نمت على 10 بالليل، صحيت على صوت أمي، أسمع صوت أمي يناديني في الصالة، أمي في الصالة. يقول أنا راح عن ذهني موضوع إيش جاب أمي من الديرة وكيف دخلت البيت. يقول قلت أمي فرحت فيها. يقول طلعت من غرفتي على الصالة وأشوف امرأة مرعبة جدا واقفة قدامي، شعرها مغطي وجهها، لابسة روب طويل، وصوتها مرعب، تقول له يا آدم بن زينب، يا آدم بن زينب. يقول رعبت، خفت خوف شديد، طلعت من الشقة وعلى وجهي في الشارع وأنا مرعوب. وين راح ذهني؟ إلى إمام المسجد. قلت مالي بعد الله سبحانه وتعالى إلا إمام المسجد. يقول كنت أدل بيته ورحت فعلا وطقيت عليه. طلع لي الرجل، كلمت له وشرحت له اللي صار لي كله، فطمني وقال لي لا تخاف، كن مع الله سبحانه وتعالى ولا تخاف، الله القوي وهم الضعفاء. صدق والله. يقول أخذني وراح معي لشقتي وقاعد يقرأ فيها القرآن، ثم قال لي وين الكتاب؟ طلعت له الكتاب، قال جيبه وتعال. يقول رحنا أنا وياه المكان خالي، مكان كذا ما فيه أحد، ثم حفر للكتاب هذا وبدأ يقرأ عليه، يقرأ القرآن ويحرق هذا الكتاب ويكرر أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. يقول حرق الكتاب حتى أصبح الكتاب رماد. ثم قال لي خلاص الآن توكل على الله سبحانه وتعالى، روح البيت شقتك ونم ولا لك إلا العافية بإذن الله. يقول آدم طلعت وفعلا رحت للشقة أنام. يقول بمجرد ما غمضت عيني وأصحى على رائحة في الغرفة، أناظر وإذا الغرفة تحترق، أطلع للصالة وإذا الشقة تحترق. خرجت مرعوب للشارع، أنادي وأصرخ وأستنجد بالناس. ورجعت للشقة مع الناس وإذا الشقة ما فيها شيء، لا فيها حريق ولا فيها شيء. تعبت. الناس حتى نظراتهم لي إنه هذا مريض. يقول نمت ذيك الليلة وأصبحت الصبح وأنا مقرر قرار إني أترك صنعاء وأترك الحياة في صنعاء، وفعلا ضبيت أغراضي وخرجت ورحت للديرة. يقول لما وصلت بيتنا تفاجأ فيني أبوي وأمي، وكنت تعبان مرة تعبان، يسألوني ايش فيك ايش فيك. يقول مثل المجنون أنا، ايش فيك ايش فيك. يقول ماني معهم، ماني بحولهم. دخلت غرفتي وقال أبوي اتركيه خليه يرتاح وبعدين نشوف. يقول دخلت الغرفة أنام. يقول نمت بعدين حسيت ب3 دخلوا علي الغرفة. يقول ما أشوف وجيه، سحبوني من رجلي لنصف الغرفة وضربوني ضرب مبرح، ثم ما عاد حسيت بنفسي أنا إلا بعد شهر. يقول لي أبوي إنه إحنا وديناك لقراء، وديناك الناس يرقونك، وكنت ملبوس، كنت متلبس، والحمد لله رب العالمين من الله عليه بالشفاء، وتم يعني طرد هذه الأرواح الشريرة من هذا الشاب. يقول هو آدم، يقول عرفت أنا إن الموضوع ما هي مغامرات، الموضوع شوية حماقات. وهذه يا جماعة الخير درس بليغ حصل عليه أخونا آدم. بعض الدروس المؤلمة والشديدة ممكن تجيك بكل بساطة بسبب تهورك وقلة حكمتك ونظرتك للأمور. بعض الشباب يقودهم البحث عن المجهول والبحث عن الغيبيات والبحث عن ما وراء الطبيعة، إنه يذهب للأماكن المهجورة ويتحداهم، إنه يكون غافل عن ذكر الله سبحانه وتعالى وإقام الصلاة وقراءة القرآن والأذكار والتحصين، إنه يروح يأخذ هذه الكتب التي تعلم الشعوذة وتعلم السحر. الكتاب في الحقيقة اللي وقع بين يدي أخونا آدم هو كتاب يستخدمه المشعوذين لاستحضار هؤلاء
هؤلاء الجن أو ملوك ومردة الجن. وتعرفون أنتم أن الساحر حتى يستميل هؤلاء له وحتى يستفيد منهم ويخدمون في سحره وشعوذته يشرك بالله ويكفر بالله سبحانه وتعالى ويقدم لهم ما يشاءون من الكفريات، ومنها قلب الآيات وعكس الآيات يعني تدنيس الآيات القرآنية بدم الحيض وغيره. يا جماعة الخير، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. يا جماعة الخير، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. قراءة هذه الكتب والاطلاع عليها أو متابعة هذه الأمور قد توصلك لأشياء لا تحمد عقباها. ومن عوفي فليحمد الله يا جماعة الخير، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. أتمنى أن هذه الحلقة تنفع الشباب اللي يميلون للمغامرة ويميلون لإيذاء أنفسهم من غير ما يشعرون.